كما ترى هناك اسمه أستاذ سعيد هادي. سعيد هادي. هذه الوقفة هي وقفة تنظمها عدة جمعيات، وعلى رأسها جمعية الدفاع عن ضحايا الطرد التعسفي. وهذه مبادرة لا يسعنا إلا أن ندعمها ونشجعها، فهي مبادرة لمحاولة إنصاف الضحايا التي ارتكبت في حقهم جريمة شنعاء لم أو قلما تحدث في التاريخ. فهذه الوقفة هي ضد النسيان وضد التعتيم وضد كل من يحاول أن يبقي مثل هذه الملفات في النسيان. فالسلطة الجزائرية نظام بومدين ارتكب جريمة في حق عشرات الآلاف من العائلات الجزائرية والمغربية التي شتت شملها وصادر أموالها وممتلكاتها في ظروف لم يراعي فيها الحد الأدنى من الجانب الإنساني. وسكوتنا عن مثل هذه الممارسات هو تشجيع لها، وكلما سكتنا عن مثل هذه الجرائم فنحن نقول لهم كما لو أننا نقول لهم قوموا بجرائم أكثر وبتجاوزات أكثر. وأما إذا وقفنا ضد هذه الممارسات بطرق مدنية وسلمية فلأننا نريد أن نصحح التاريخ وأن نضع حد لهذه الممارسات حتى لا تضع في المستقبل. وعلينا أن نلزم مثل هذه أو السلطة على هذه الممارسات نلزمها على الاعتراف والاعتذار لكل الضحايا. والله الموفق.